قدمتك وانت ما انشغلت. تفضل. شكرا. الله يحفظك. انا سني حاج نتشرف بك. في ناس حاطين تردد الصوت يعني. لا صوتك واضح، سووا ميوت اخوان، واضح صوتك. انا سؤالي يعني احنا عندنا مشكله في السنه والشيعه. نعم. السنه مهملين جانب آل البيت، والشيعه يقدسون آل البيت. نعم. ايش نسوي احنا في الحاله ذي؟ قدس اهل البيت. يعني احنا نحب آل البيت، نحب ادعيتهم، نحب سيرتهم، بس انتم يا اخي تصورون ان آل البيت يعني جزء لابد اني تسمح لي يعني اوضح لك بنصف دقيقه بس. يعني انا سني، انا الان سني، يعني هب اني على عقيدتك، بس اريد اسال هذا السؤال: ليش النبي قال تركت فيكم كتاب الله واهل بيتي وجعل اهل البيت عدل القرآن؟ ليش النبي في صحيح مسلم قال حث على كتاب الله والتمسك به، وقال 3 مرات في الحديث 3 مرات: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. زين، ليش النبي صلى الله عليه وآله عندما كان الأمر مفاصلة ونهاية المفاصلة الملاعنة والدمار، ليش النبي صلى الله عليه وآله أخذ علي وفاطمة والحسن والحسين اللي يتولوهم الشيعة؟ ليش النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لو أعطينا الراية أخرج علي بن أبي طالب وقال يحبه الله ورسوله يحبه، مع العلم كل واحد يحب الله ويحب الرسول، كل مسلم المفروض، عمر يحب الله وخالد يحب الله وعثمان، كلهم يحبون الله والله يحبهم. ليش قال يحبه الله ورسوله يحبه الله؟ ليش؟ أسألك سؤال، إذا كان هذا تقديس فليش النبي يقدس 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 في كتب الشيعة قبل كتب السنة؟ تفضل. طيب لا أبو عمر، مو قلنا أنت بالفضائي دور الأخ. طيب ماشي. دقيقة يا أخي، خلنا نناقش الحاج. شوف، بالنسبة لموضوع الإمام علي، هو أعلم رجل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ما فيها شك. بيض الله وجهك. هذه ما فيها شك. بيض الله وجهك. هذه اللي ينكرها هذا إنسان متعصب، ويعني ما يقرأ التاريخ بصدق يعني. لكن السؤال اللي عندي: لماذا الله عز وجل لم ينصر الإمام علي حين اغتصبوا الخلافة منه؟ مثل ما لم ينصر يحيى حين قطعوه بالمناشير، مثل ما لم ينصر يوسف عندما جعله يشتغل وزير مالية عند. أيضا يجي يقول لك ليش؟ إنه مثل ما إبراهيم عليه السلام عندما ألقوه بالنار والله تبارك وتعالى استنقذه، مثل ما الله تبارك وتعالى ولا نبي من الأنبياء تولى الحكم إلا 2، ولا نبي من الأنبياء. ليش الله ما نصر؟ طيب ليش الله ما نصرهم؟ قال لننصر رسلنا، ويوم بدء يوم أحد كان نزل لهم مثل بدر ملائكة يقاتلون معهم. بدر ليش؟ أحد لماذا خذلهم؟ مثل ما الله تبارك وتعالى كن فيكون، وجعل سمية يبقرون ببطنها ويطلعون أحشائها والله ينظر ويباوع، ما يقولون سكتوا يسكتون. مثل ما قطعوا ياسر سلام الله عليه ورضوان الله على آل ياسر، زين، والله تبارك وتعالى لم يحرك ساكنا والله قادر. فهي العلة مو ليش الله، هذا تكليف أخونا الكريم. مثل ما الآن بلدنا في الحبيبة فلسطين والله يقدر هذا، بس هذا تكليف حي تشوفك انه توقف ويا اخوتك ما توقف. شنو هاي تكرار صوت؟ ابو كريم وصعد. فاخونا الله تبارك وتعالى، الله يحفظك مولانا، الله تبارك وتعالى لا يبطل التكليف، هاي كل اختبارات، اختبار. مثل عائشة يقول إن الله ابتلاكم تطيعوه أو تطيعوها. ابتلاء، الله خلق النبي، تزوج ابتلاء، صاحب ابتلاء، سكت ابتلاء، قاتل ابتلاء، تمرض ابتلاء، كلها ابتلاءات أخونا الفاضل. والله مو يعني
يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله لازم الريموت كنترول وامشي، روح يمين، أكل طماطة، روح اطبخ، روح الحصان منا، الفرس منا. مو هكذا أخونا. الدنيا الله تبارك وتعالى وضعها دار ابتلاء. أنا الآن كلامي ابتلاء لك، سؤالك ابتلاء لي، صبري على الأمور ابتلاء، كل الدنيا ابتلاء. لو شاء الله تبارك وتعالى لخلق الناس كلهم مؤمنون مطيعون، ولكن ليش نزلهم ونزل لهم فطرة ونوازع وغريزة ويبتليهم؟ والإنسان له أن يختار طريق الخير إما شاكرا وإما كفورا. هذا يريد يكفر، هذا يريد يتخذ طريق الخير. أشد الناس طيب ابتلاء أنا حاج فالأولياء فالأمثل أحسنت. فكلما ارتفعت درجته كان ابتلاؤه أعظم وأكثر. طيب السؤال حاج، نعم، السؤال حاج 40